السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفة النهاردة سهلة جدا. هنعمل السينابون وصفة أمريكية في شمال أوروبا، خاصة في السويد. وهي وصفة مشهورة هناك في أمريكا جدا، والأطفال بيحبوها. وهي مقاديرها موجودة في كل بيت، وسهلة جدا وما بتاخدش وقت، وكمان طعمها ولا أروع من كده. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وبالطريقة الأصلية. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. معايا هنا كيلو دقيق، معايا هنا معلقتين سكر، على معلقتين قرفة، يعني خلطهم مع بعض كويس ومزجهم ببعض. معايا هنا معلقة صغيرة سكر، ومعايا هنا 50 جرام سكر، ومعايا نص معلقة صغيرة ملح، ومعايا 3 بيضات، ومعايا باكو خميرة فورية، ومعايا كوباية مية فترة علشان نعمل فيها الخميرة ونختبر فيها الخميرة. معايا 100 جرام زيت، 100 جرام زيت. ودي يا جماعة الطريقة الأصلية للسينابون. ممكن هنا نقسم الزيت ده، نصه يكون زيت ونصه يكون زبدة، بس أنا النهاردة عاملاها إيه؟ بالزيت. واضح؟ طيب، أول حاجة هنعملها هنجيب كوباية المية الفترة، لازم تكون فترة، ونحط عليها باكو الخميرة الفورية زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. وهجيب معلقة السكر الصغيرة، السكر علشان بيحفز الخميرة ان هي تنتج ثاني اكسيد الكربون وتتفاعل. وهدوبهم وهسيبهم حوالي ربع ساعة علشان اختبرهم. بعد ما تسيبيها ربع ساعة هتلاقيها عملت رغاوي فوق الوش زي ما انت شايفة. السكر اتفاعل مع الخميرة، والخميرة اتغذت على السكريات اللي في السكر، وبدأت تتفاعل وتنتج غاز ثاني اكسيد الكربون وتطلع رغاوي وفقاعات زي ما انت شايفة كده. يبقى الخميرة ناجحة معايا. طيب، ايه هنا بقى السر؟ ان انا ما احطش على الخميره ملح، لان الملح بيعرقل نمو الخميره. تمام؟ وايه الحاجه اللي انا ما اعملهاش تاني؟ ان انا ما احطش اي دهون ولا زيت ولا زبده ولا سمنه على الخميره، لانها برضو بتعرقل نمو الخميره. تمام؟ هبدا هنا اضيف الخميره على الدقيق، وابدا اقلب، وابدا اعجن. بعد ما ضفت الخميرة يا حبايبي بالمية بالسكر على الدقيق وقلبتهم كويس، هبدأ أنزل بالمادة الدهنية، سواء زبدة وزيت أو زيت بس. واضح كده؟ أهو. وهبدأ أفرك بإيدي. وعلى فكرة الدقيق اللي أنا مستخدماه دقيق قوي، يعني ليه عرق، اللي هو الخاص بالمعجنات أو المخبوزات. ليه؟ لأن السينابون ليه مطة، فالمطة دي عايزة عرق في الدقيق. بعد كده هضيف 50 جرام سكر، ونص معلقة الملح، والثلاث بيضات. وابدأ اعجن زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. هي بتعوز عجن كتير لحد ما تبقى ملساء وناعمة جدا معاكي كده، تعرفي ان العجينة نجحت معاكي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي العجينة ناعمة جدا ما شاء الله معايا وملساء. هسيبها بقى تخمر لمدة نص ساعة. هسيبها تخمر، بس قبل ما اسيبها تخمر هغطيها بكيس نايلون عشان يسرع لي التخمير، واسيبها نص ساعة وارجع لكم. بعد ما خمرت يا حبايبي زي ما انتوا شايفين واختبرتها لقيتها خمرت ما شاء الله تبارك الله وتضاعف حجمها. هنبدأ بقى نفردها على الرخام. ارش شوية دقيق على الرخامة عشان العجينة ما تلزقش، وابدأ افرد النشابة زي ما انتوا شايفين بالطول وبالعرض لحد ما تبقى مستطيل، مش رقيق قوي ولا تخين قوي. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي فردت العجينة
وهبدا اجيب الزبده، ويا ريت تكون زبده نوع كويس جدا، عشان انا ما ينفعش اقول على اسماء. هاتي زبده يكون نوع كويس عشان طعمها يبقى يعني تحس بطعم كويس وانت بتاكلي السينابون. خلاص، هبدا اجيب الزبده وابدا افرد الزبده على العجينه زي ما انتم شايفين كده، واحده واحده اهي. الزبده دي يا حبايبي اللي هتديني التوريقه اللي بنحسها في السينابون، وهتديني الطعامه واللذاذه اللي بنبقى حاسينها برضو في طعم السينابون يا حبايب قلبي. فعشان كده بقول لك استخدمي نوع زبده يكون كويس. زي ما انتم شايفين يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله، ما فيش مكان في العجينه ما خدش زبده. ليه؟ علشان لما اجي انطر افرد القرفه بالسكر تلزق وايه وتبقى متماسكه مع الايه مع العجين. هبدا بقى افرد القرفه والسكر اللي انا مقلباهم مع بعض قبل كده، اللي كنت قلت لكم عليهم في المقادير، وابدا افرد على العجينه زي ما انتم شايفين، وما اسيبش برده مكان من غير ما ياخد رشه القرفه بالسكر. زي ما انتم شايفين يا حبايبي ما خليتش مكان غير لما خد من السكر والقرفه. هبدا بقى الم العجينه زي ما انتم شايفين باطراف صوابعي اهو، وابدا الم اهو زي ما انتم شايفين. لمها سهل جدا. ابرم العجينه علشان نطلع رولات السينامون رولز زي ما انتم شايفين، سهله جدا اهي ما شاء الله. وانا لما لقيتها كبيره قسمتها نصين زي ما انتم شايفين. هبدا الف الرول التاني ونشوف برضو مع بعض. وزي ما انتم شايفين لفيت الرولين وجبت صينيه ودهنتها زيت، وهبدا بقى اقطع واحط رولات العجين في الصينيه. اول حاجه بقطع كده زي ما انتم شايفين اللفه ما شاء الله تبارك الله، وهبدا ارص اهي يا حبايبي. شايفين اللفه، شايفين التوريق من الزبده، وهخلي فرق بين كل واحده وواحده عشان. وهي يا حبايبي لفات رولات السينابون هنسيبها بقى تختمر، وبرده هنغطيها بنايلون علشان يسرع اختمارها، وهنسيبها حوالي ربع ساعة تختمر ونرجع نشوف هنحطها في الفرن ازاي. نبدأ نشوف زي ما انتم شايفين بدأت تتخمر ويزداد حجمها، وهبدأ بقى ادخلها الفرن يا حبايبي ونرجع نشوف هنقدمها ازاي مع الصوص الابيض. زي ما انتم شايفين يا حبايبي طلعتها من الفرن بسم الله ما شاء الله، الريحة مش قادرة اقول لكم. وده بقى الصوص الابيض اللي هسقي بيه السينابون. شايفين هو بيبقى عامل كده، هو عبارة عن كوباية لبن حليب يعني، وكوباية لبن بودرة، وكوباية زيت بس يكون زيت نوع نضيف، وكوباية سكر بودر، ونضربهم في الخلاط كويس وبيديني الصوص الروعة ده. ببدأ احط على السينابون رولز واوزعه. شايفين يا جماعة المنظر والريحة بجد مالية الشقة، يعني الريحة مالية الشقة، الريحة تحفة. وانتوا عارفين ريحة الخميرة بقى في المعجنات بتبقى عاملة ازاي. هنحطها بقى في طبق التقديم ونقدمها. وهي حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين المنظر بيحكي عن نفسه. قدموها بقى للاولاد وهم بيذاكروا او على الفطار، وبالهنا والشفا. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.